السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، عذروني على الصوت، مشى ليا البارح بالتشجيعات وكسرت الغوات. مبروك علينا، واخيرا المنتخب الوطني كيمر للدور الربع النهائي من كأس العالم. كنتمنى ان المنتخب الوطني يستمر على نفس النهج ويقدم لنا مستويات كبيرة. اليوم شفنا القتالية اللاعبين وكذلك الانضباط التكتيكي، والمدرب وليد الركراكي بين على أن الاختيارات ديالو وكذلك أن الجامعة المغربية غامرت به قبل شهرين فقط من انطلاق البطولة، وبدلت المدرب السابق وحيد وجبت لنا وليد الركراكي اللي كيقدر يعطينا هذا الشكل الممتاز للمنتخب الوطني المغربي. صراحة ما غاديش نقدر نوصف لكم الشعور ديالي حاليا، ولكن الأهم دابا غادي نعطيكم أهم التصريحات وكذلك الآراء اللي جات عقب نهاية مقابلة إسبانيا ضد المنتخب الوطني، واللي عرفت فوز المنتخب الوطني بالضربات الترجيحية 3-0 بعد ما انتهى المقابلة بصفر لمثله. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل، نتمنى من جميع الإخوان يدعمونا بالاشتراك، لأن صراحة التفاعل ميت هذه الأيام. يدعمونا شوية بالاشتراك وكذلك تفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. ونمشي مباشرة للتفاصيل، وغادي نبداو مع المدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي بعد التأهل للدور الربع النهائي لكأس العالم قطر 2022. وليد الركراكي قال بأننا قدمنا مقابلة رائعة تكتيكيا، واللاعبين التزموا بالخطة وما استسلموش، وقال لهم أنهم غادي يعياو ولكن راهم غادي يدخلوا التاريخ من أبوابه الواسعة. الى استمروا على نفس الفكره، وحاول يدخل لي من الفكره اننا نكونوا طموحين ونمشيو لابعد نقطه ممكنه. واخا وصلنا للدور الربع النهائي، وليد الركراكي قال باننا حاليا باقي ما درنا والو، وقال بالحرف ما درنا والو وسننتظر التعرف على خصمنا في الدور الربع، واكيد الخصم ديالنا هو المنتخب البرتغالي، ونرى بعدها أين يمكن أن نصل بمغامرتنا. وأضاف الأهم كان أن نظهر بوجهنا الجيد في الركلات الترجيحية. يوجد الحظ، لدينا حارس كبير اسمه ياسين بونو، بين الأفضل في العالم، قادر على وضعنا في الربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم، نحن طموحون وسنقدم كل شيء. هاد التصريحات هذه اللي جات من الركراكي كتوضح ان الركراكي ما عندوش سقف للطموحات، وهو كيف ما قال سابقا في التصريحات السابقة انه كيطمح للفوز بنهائي كأس العالم. وكنظن ان والد الركراكي ما كانش كيضحك ولكن قاصد الموضوع. واختم التصريحات وقال ان الدراري كانوا رجال ولعبوا معتين وتقاتلوا، فين غادي نمشيو ما نعرف، لكن الاهم اننا دخلنا للتاريخ وفرحنا الشعب المغربي. أما المقاتل سفيان أمرابط فقال بقيت فايق حتى 3 ديال الصباح، كيقوم بالعلاج الطبيعي وتلقي حقنة قبل المقابلة باش ما يتخلاش على الزملاء ديالو وعلى بلادو. ومن هذا المنبر كنشكرو سفيان أمرابط للقتالية ديالو والروح الوطنية اللي عنده. وصراحة لو ما لعبش سفيان امرابط في وسط ميدان المنتخب المغربي، ما كنتش غادي نتخيل كيفاش كانت غادي توصل النتيجه، او كيفاش كنا غادي نشوفوا الشكل المنتخب الوطني في غياب سفيان امرابط. وصراحه ما باغيش نتخيل وما كنتمناش هذا الشيء يوقع مستقبلا. اما ياسين بونو فقال خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المقابلة، قال بأن حققنا الحلم الكبير بالوصول للدور الربع النهائي من المونديال للمرة الأولى، وهذا الشيء يدخل للتاريخ المنتخب الوطني. وقال أن السعادة ديالهم لا توصف بما حققناه من إنجاز، وغادي يبقى عالق في أذهان اللاعبين وكذلك المغاربة والعرب بصفة عامة. وقال بأن قدمنا أداء استثنائي وبطولي، وأمنا بالحظوظ ديالنا أمام منتخب قوي كيضم لاعبين من طراز عالي، والفخر لنا أننا نساعدوا الشعب المغربي والشعوب العربية والإفريقية. واختم وقال أن ضربة الترجيح عندها الطبيعة والخصوصية ديالها الخاصة، والحارس المرمى مطالب بالتركيز وأن يكون حادثه عاليا لكي ينجح في صد الضربات، لأنه توفق
في هذا الصدد، لكن الانجاز اللي تحقق كيحسب للمجموعه كلها وماشي لبونو فقط. فالزملاء بذلوا مجهود كبير خلال 120 دقيقه اللي لعبوها، وتقاتلوا ودافعوا على مرمى المنتخب الوطني ضد شراسه وهجوم المنتخب الاسباني، صراحه اللي كان مستحوذ طيله اللقاء واللي كانت السيطره ديالو كبيره على اللقاء. ولكن الفرص الخطيره كانت كانت لمصلحه المنتخب الوطني، وشفنا الانفرادات اللي ضيعهم شديره، كانت صراحه ممكن تنهي المقابله بلا ما نمشيو للاعصاب وبلا ما نمشيو للضربات الترجيحيه. اما اوناحي خرج بواحد التصريح اللي شويه غريب وشويه صراحه ممكن نوقفوا عنده، وقال بان وليد الركراكي قبل الماتش كيوريهم المغاربه اللي كانوا في القهاوي كيتفرجوا باش يحفزهم ويعرفهم ان الجمهور المغربي تايق فيهم وكيشجعهم باش يخليهم يقدموا اقصى ما عندهم ويقدموا المستوى المطلوب. ودابا غادي نمشيو للمنتخب الاسباني، وغادي نبداو بالمدرب انريكي اللي قال بانه معجب ومندهش بالمستوى الكبير اللي قدمه اللاعب رقم 8 وكيقصد به عز الدين اوناحي، وقال انه كان كيتحرك وكيركض وما حبش من الجري، وكان شكل خطورة على منتصف ميدان المنتخب الاسباني، وكيعتبره هو اللاعب اللي خربق عليه الخطة ديالو. وكذلك في السؤال اللي توجه ليه وقالوا لي لو كان بامكانك انك تغير شي لاعب خلال الضربات الترجيحيه شكون اللي غادي تختار، فقال لهم ان الاختيارات ديالو هي الافضل بالنسبه للمنتخب الاسباني. يعني 5 ديال اللاعبين اللي اختار انهم ينفذوا الضربات الترجيحيه هما اللي كان يختارهم، لو رجع به الزمن للوراء كان هما اللي غيختارهم نفسهم، ولكن كان غادي يبدل الحارس ياسين بونو، وتمنى انه ياسين بونو ما كانش يكون حاضر في الركلات الترجيحيه خلال المباراه الثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 ضد المنتخب المغربي. أما فيران توريس خرج لنا بواحد التصريح غريب، وقال بأن السبب الهزيمة المنتخب الإسباني ماشي ياسين بونو، ولكن أن التحكيم هو اللي أثر على اللقاء بعد أن خرجوا من دور الثمن النهائي لكأس العالم على يد المغرب بالركلات الترجيحية 3-0. وصرح المهاجم برشلونة أن في لحظات من اللقاء حسوا بأنهم كيلعبوا ضد 12 لاعب، يعني حسب الحكم أنه كان مع المنتخب الوطني المغربي. وكنظن هذا تعليق سخيف شوية، وكما كنقولوا رجعوا نفكرهم في 2018 كيفاش كان الظلم التحكيمي اللي كان واضح وضربات الجزاء بدون حساب، وكذلك الأخطاء اللي ارتكبت في حق المنتخب الوطني، ومع ذلك تأهلوا وفرحوا. دابا عاد كيشوف ان التحكيم كان كيلعب ضدهم. صراحه ما لقيت ما نقول ليه فقط طياره وبلادكم. اما اخونا رودري لاعب وسط ميدان مانشستر سيتي وكذلك اللي كان مدافع في الفريق الاسباني، فقال بالحرف انه ما كيقللش من احترام المنتخب المغربي، ولكن المغرب ما دار والو من غير الدفاع في الخلف والانتظار المرتدات. وكنظن ان الدفاع فهو جزء من اللعبه، فهو كان كيتمنى ان بالاسلوب ديالهم تيكي تاكا والاستحواذ واللاعب المثلثات والمربعات ان المنتخب المغربي يطلع البلوك ويطلع عندهم ويعمروا اهداف بحال ما داروا مع كوستاريكا باش يمشيو فرحانين. فكنظن هذا الاسلوب هذا اسلوب برشلونه والتيكي تاكا ولا معروف وجميع الفرق ولاو حافظينه. وحتى السيتي كتعاني بعض المرات من الفرق الانجليزيه اللي كتعرف توقف دفاعيا، وكنشوفوا ان الاستحواذ العقيم اللي كيوصل حتى 80% بدون ما تسجل اهداف ما بقى عنده حتى شي فايده في الكره الحديثه. وكاس العالم يربح ولا يلعب وخليك كتبكي في الجنب. وكان اوناي سايمون حارس مرمى المنتخب الاسباني مشى على نفس المنوال زميله رودري، وقال بان المنتخب الوطني كان محشور في النصف الملعب ديالو، ان الفريق الاسباني كان متفوق ولكن ما قدرش يسجل. وهذه كانت اهم التعليقات والتصريحات عقب نهاية مقابلة المغرب ضد اسبانيا، واللي عرفت كيف ما سبق لنا وقلنا تأهل المنتخب الوطني المستحق للدور الربع، وغادي يضرب موعد يوم السبت مع المنتخب البرتغالي
اللي فاز على سويسرا بنتيجة 6-1. نتمنى أن المنتخب الوطني يستمر على نفس الأسلوب، وأن المنتخب، وأهم حاجة حاليا اللي كنفكروا فيها صراحة هي تعافي اللاعبين وعودة المصابين، ويكون المنتخب الوطني مكمول الصفوف، ونشوفوا القتالية كذلك والاستمرار، ولما لا نمشيو للنصف ونطمعوا في النهاية أو الفوز باللقب كيف ما قال والد الركراكي. نحلموا شوية ونرفعوا سقف الطموحات. وهنا غادي نكون ساليت الفيديو، وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد إن شاء الله.